اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ حبيت اعمل شويه مخلل كده خفاف حلوين في الصيف. قلت لازم اعمل فيديو معاكم عشان ايه كلنا نستفاد. هنا جبت حوالي 2 كيلو بصل وحطيتهم في شويه ميه اهو، وهسيبهم بتاع ساعتين كده، وبعد كده اقشرهم واغسلهم غسله كويسه ونشوف هنخللهم ازاي. خلاص. وهنا جبت 2 كيلو ليمون. الكيلو ب5 جنيه، مش غالي خالص. فقلت لا، الليمون ده عملته على فكرة قبل رمضان وكان طعمه جميل وهادي، ولا زاعق خالص زي الليمون البلدي، ولا كان مملح. نحيج المخلل زي حياج الطبخ بالظبط. هتاكلوا منه ومش هتتعبوا، وحاجة حلوة كمان هيعجبكم ان شاء الله، بس اعملوه على طريقتي. هنا الليمون غسلته كويس، هنزل عليه بشوية مية واولع عليه البوتاجاز، هسلقه يا دوبك حاجة بسيطة. المية قبل ما تغلي اروح طفيها عليه، بس كده. وهنا كمان عملت ايه، ثواني. وكمان لقيت لفت بلدي اهو ولونه حلو وجميل، رحت جبته نضفته بالشكل ده اهوت وغسلته غسله كويسه وسبته في الميه شويه. هنعمل ايه، هنعمله قطع صغيره بالشكل ده. انا بحب اعمل اللفت يكون ايه، صوابع صغيره كده اهوت، بياخد لون من اللون اللي فيه ده اهو، يبقى طعمه جميل وحلو. الخل بيخليه، ولا بنحط له بنجر ولا بنحط حاجه، ليه؟ عشان الخل بيخليه اللون ده هوت يبقى لون كده بينك كده جميل، من اللون اللي فيه الطبيعي ده. ومفيش حاجه اسمها الخل يهري المخلل. ليه؟ هو المخلل سمك ولا فراخ يعني؟ لا طبعا، الخل بيتحط لاي نوع مخلل ما عدا الليمون، وبيخليه حلو ويخليه جميل ويحافظ عليه ولا يحصل له اي حاجه. خلاص يا حبايبي، اخلص اللفت قطيع صوابع صغيره بالشكل ده، ونشوف هنعمل ايه كمان تاني. لما نلاقي واحده تكون بالشكل ده لا ما احبهاش، اشيلها بعيد. لكن اللي يكون صغير على فكره بيبقى حلو. خلاص قشرت البصل اهو. هنعمل ايه كمان هقول لكم. جبت الكبه دهيت، انا كنت مشتريه فلفل احمر من قبل كده، الكيلو ب20 جنيه. فلما جبته غسلته وحطيته في الفريزر. فانا عايزه اعمل ايه دلوقتي، اخد منه وافرم في الكب على طول، وعشان خاطر نحط منه لليمون المخلل وللبصل. فعادي لما اكون مطلعاه من الفريزر دلوقتي اهو منضفه، حتى شايله منه البذر وكل حاجه، اقطع منه شويه كده بتلجهم كده على طول، هيتفرموا معايا بسهوله ان شاء الله في الكبه. دي السكينه ثواني اهو. انتوا عارفين لما يكون الفلفل دهوت او الشطه اللي زيه بتكون في الفريزر ونطلعها نعملها في الكبه او في الخلاط بشويه ميه، هتبص تلاقيها تتفرم بسهوله، عن ما تكون لسه جايه من السوق بتتعب الخلاط او الكبه وبتاخد وقت. لكن انا جربتها قبل كده. كيف؟ كنت بعمل سمك وكان عندي فلفل من ده في الفريزر وشطه حمرا برضه، فروحت خدت وحدتين شطه مع وحده فلفل، وقلت يا نهار ابيض ده فيه تلج هيفك انت، والله لا دوب على طول في الهون. دجيتهم وقعدتهم في الهون بسريع، بصيت والله العظيم في ثواني الدج ونعم وكان جميل. قلت بس خلاص انا الفكره دي هعملها على طول حتى لو في الكبه كمان. فانتوا لو حطيتوه في الفريزر واستعملتوه في الكبه او في الخلاط هيتفرم معاكم بسرعه. بسم الله. بصوا بسم الله ما شاء الله، من غير ميه ولا اي حاجه. شايفين اهو اتفرم وبقى جميل. لو كان لسه جاي دلوقتي مشتري وجاي من السوق من غير ما احطه في الفريزر كان هيتعبني شويه، وجربت كتير قبل كده. بس كده هخلص الكميه كلها ونشوفها مع بعضينا. خلاص فرمت الكميه اللي انا عايزاها اهي.
شايفين؟ والبصل كمان اهو. هقول لكم على معلومه حلوه، انتوا الاول صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطوا لايكات كتيره يا حبيبي للفيديو يا حبايبي علشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس. ويا ريت تشيروا الفيديو بتاعي مع اصحابكم وحبايبكم. هفهمكم حاجه حلوه كمان. بصوا الفلفل دهوت اللي هو الاحمر والاصفر بيتباع في السوق الكيلو ب 40 جنيه. طب وليه ما احنا نجيب دهوت؟ انتوا عارفين دول باجي لهم يجي شهر في الفريزر عندي، بيقعد سنه مش بيحصل له اي حاجه. فانتوا ممكن تجيبوا اللي هو من ده الاحمر، وتجيبوا الاخضر البلدي كمان، والاصفر نحتاج ايه مثلا ممكن نجيب نص كيلو، ما فيش مشاكل نخليه في الفريزر برضه لو كنا نعمل بيتزا او اي حاجه. لكن ما نروحش نشتري دهوت ب 40 جنيه وهو في منه ب 20 وب 15. خلاص بيقعد ياما في الفريزر. وسواء بكون بعمل محشي اخده الصغيره دهيت واحشيها في وسط الحله وبتبقى جميله وما فيهاش اي مشاكل، ورغم ان هي في الفريزر كمان. خلاص يا رب ما اكونش دوشتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. والباقي ده هيخش الفريزر تاني. وهنبدأ مع بعض بسم الله. جبت كيس ملح اهو، هنزل على البصل بحوالي نص كيس الملح دهوت عشان البصل بيشرب ملح كتير. وهاخد نص الكمية دهيت واسيب النص التاني لليمون المخلل. بس كده هعبيهم في البرطمان وهبدأ اكب عليه الميه وخل وخلاص. ادي البصل انتهينا منه. هننزل بالبصلايه الكبيره الاول سليم زي ما هو، ونخلي الصغيره تبقى على اخر البرطمان على الوش، يعني علشان خاطر لما تستوي الصغيره هتتاكل على طول. وانا سواعي بحطه باخد البرطمان اسيبه حوالي يومين ثلاثه او اسبوع في الشمس بيستوي بسرعه معايا. لو انتوا مثلا حد فيكم ما عندوش شمس زودوه بميه سخنه بدل الميه الساقعه علشان خاطر يستوي معاكم على طول. وكتروا الخل، توصوا بالخل فيه بيخلي طعمه حلو. وممكن كمان تجيبوا الفلفل ده بعد ما فرمناه في الكبه نغليه شويه على النار ونزود به المخلل. بس انا مش هغليه المره دي، هو طالع من الفريزر اندهك معايا بسهوله وحلو. خلاص كده هزود هاخد كميه الفلفل دهيت وابدا ازوده. ودول مش مشكله يتحطوا في برطمان صغير. جبت علبه بلاستيك اهي هنزل فيها بالبصل اللي متبقي معايا دهوت. ممكن اقشر عليهم وحدتين ثلاثه كمان املى العلبه. نجيب هنا الميه عشان نزود المخلل. اللي هيتبقى نتحط في الليمون عادي. ننزل عليها بحوالي كوبايه خل كبيره. بس كده. الخل زي ما قلنا في اول الفيديو مش بيهري المخلل، ده بيحافظ عليه وبيخلي طعمه جميل وحلو. وما ننساش في المخلل ننزل بمعلقه سكر. خلاص يا حبايبي، اهم حاجه معلقه السكر دي في اي نوع مخلل نكون بنعمله. ليه؟ بتخلي المخلل مجرمش وحلو وبتحافظ عليه ومش بيتهري ولا بيدوب نهائي. الخيار بيقعد عند سواء كان في التلاجة ولا بره التلاجة فترة طويلة بسبب معلقة السكر دهيت في المخلل. وجربوا الطريقة وادعولي. ننزل بحاجة بسيطة ملح كمان. بس كده نجيب كوباية ونبدأ نزود البرطمان بتاعنا. بسم الله. بس كده. ايه رأيكم بقى؟ نشطف البرطمان شطفة حلوة. علبة كمان اهي. ونعمل الليمون كمان.
سهل وسريع وفي ثواني. وكل حاجة دلوقتي حاجة المخلل رخيصة جدا، يعني البصل ب5 جنيه الكيلو، والليمون اللي انتوا شفتوه ده هو برضه ب5 جنيه. نجيب الليمون كمان. اعمل ايه كمان؟ بصوا جبت جزرتين فرمتهم في الكبة اهو، هنزل عليهم بكمية الفلفل دهيت بس كده، وهنزل عليهم بحوالي 3-4 معالق ملح عشان نعمل الليمون. اذا كان الليمون هنحط له جزر وهنحط له فلفل زي كده هو، يبقى مش لازم نحط عصفر وحبة البركة، لكن لو ما فيش جزر هنحط عصفر وحبة البركة. خلاص يا حبايبي، هنعمل ايه؟ الخلطة الجميلة دي هتخلي الليمون المخلل ده تحفة. انا هعمل الليمون ده ليه؟ كل اللي كنت عاملاه معاكم في الفيديوهات قبل كده هو خلص، فانا لما عملت بيه الفراخ في مرة الطعم روعة والله العظيم، طعم الفراخ كان تحفة. فقلت لا انا لازم هعمل كمية ليمون تاني برطمان كده هوت واخليه، علشان خاطر منين ما احب اعمل بيه فراخ يبقى موجود، وكمان جنب الاكل تحفة. الليمون ده بنحبه زي ما قلنا ان هو ايه، مش زعج قوي ولا ان هو ايه بيبقى حادق، يعني طعمه جميل. والحاجات دي تخينة كده مليانة حلوة في الاكل غير البلدي. هعمل معاكم دول كده علشان ما اطولش الفيديو عليكم وخلاص. بصوا اهو، ونحط في البرطمان بسم الله. هتاكلوا احلى ليمون بالطريقه ده هي. ولو انتوا مثلا ايه عملتوا المخلل وعندكم مكان في التلاجة، حطوا البرطمان في التلاجة عادي مفيش مشاكل، مش بياخد وقت ولا حاجة، يقعد ياما فترة طويلة عندكم اهو. نخلص الكمية كلها ونشوفها مع بعضينا. خلاص هنزود اهو نفس النظام، معلقة سكر ومعلقتين ملح وشوية مية. بس الليمون مش بنحط له خل صح؟ الليمون ما يتحطلوش خل. بس كده نغطي عليه كمان. الليمون ده هو ممكن يومين وناكل منه لو احنا عايزين. البصل كمان اهو. اقول لكم بقت على اللفت كمان. اللفت انا عملته، حصل خير. اللفت انا عملته وحطيته في البرطمان على طول، بعد ما قطعته حطيت عليه شويه ملح وسبته لتاني يوم، وبعد كده حطيته في البرطمان وخل وسكر زي ما عملنا في البصل عملنا هنا بالظبط، بس ما حطيتلهش فلفل احمر، انا بحب يبقى لونه بينك كده جميل، ولا حطيت بنجر ولا حطيت اي حاجه، هو اللون بتاعه كده هوت منه فيه. خلاص يا حبايبي اهو، وطعمه جميل وحلو، ويمكن بكره ولا بعده ناكل منه كمان. بس كده وخلاص. هنعمل ايه كمان تاني هنشوف مع بعضينا اهو. هقول لكم على حاجه كمان. رحت انا واحده هنا صاحبه جارتنا يعني السوق، فرحنا لقينا واحد بيبيع بطيخ، فقلنا له ايه البطيخه بكام؟ قال البطيخه ب15 جنيه. فقلنا له ايه طب هتشقها لنا؟ قال ايوه اشقها لكم. فراحت ايه قالت له ايه طيب وهندوقها كمان، لو كانت مش محليه مش هناخد. قال لها لا انا اشق بس، لكن تدوقوا دي انا مش مسؤوليتي. بقيت عماله اضحك عليها، قلت لها يا ايه بص احنا هناخد وخلاص، طلعت حلوه هناكلها، ما طلعتش حلوه خلاص هياكلها البط، مش هنخسرها يعني. ده 15 جنيه يا ست، اي نعم هنزعل عليها بس ال 15 جنيه مش قليله، بس يلا مش هنخسرها تاكلها الطيور. بصوا قالت لا انا مش هاخد، قلت لها خلاص انا هاخد انا. فجبتها والله العظيم رغم ان لونها مش احمر، بس اقسم بالله طعمها زي العسل. وهي دلوقتي هتتفرج على الفيديو وهتندم ان ما جابتش، وهتفضل تضحك كمان. صح يعني طعمها، دقتها انا واحمد منها قطعه لقيتها جميله خالص وحلوه. فمش لازم ان البطيخ عشان خاطر يكون حلو يبقى لونه احمر خالص، لا طعمها زي العسل والله.
بعد ما عملنا المخلل نرطب بالبطيخ. اخلصها تفتيح كلها ونشوفها. تحت البطيخة اهي محلية وزي العسل، ربنا يحل ايامكم. وخلصت الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.